لبيك يا أبا بكر. اذهب إلى بيت أبي وأتي به حتى يبايع، وإن لم يأتي اجلبه لي قصرا منقرا واحرق عليه داره. لبيك يا أبا، سأتي لك علي قصرا أو جبرا إن لم يأتي. أبوك مولاي، أين الرجال والحطب؟ يقول عمر انجلوا الحطب. يا علي لتخرجن إلى البيعة وإلا حرقت البيت عليكم. أيها الضالون المكذبون، ماذا تقولون وأي شيء تريدون؟ ما لم عمك أخرجك للجواب وجلس من وراء الحجاب. طغيانك يا شقي أخرجني وألزمك الحجة، وكل ضال غوي. دعينك يا باطل وأساطير النساء، وقولي لعلي أن يخرج. لا حب ولا كرامة، أبحزب الشيطان تخوفني يا عمر، وكان حزب الشيطان ضعيفا. إن لم يخرج جئت بالحق الجزم وأضرمنها على هذا الدار من فيه أو يقاد علي إلى البيعة. أتحرق علي ولدي؟ اي والله حتى يخرجن ويبايعن أمامك. ويحك يا عمر، ما هذه الجرأة على الله ورسوله؟ تريد أن تقطع نسله من الدنيا وتفني نور الله، والله متم بنوره. كفى يا فاطمة كفى، ليس لمحمد حاضرا ولا الملائكة آتية بأمر زجر من عند الله وما لعلي كأحد من المسلمين، واختاري في خروجه إلى البيعة أو أحرقنكم جميعا. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وصفيك ورسولك وابتداء أمته علينا ومنعهم إيانا حقنا الذي جعلته في كتابك المنزل على نبيك المرسل. دعي عنك يا باطل النساء، فلن يكن الله ليجمع لك والنبوة والخلافة في آن واحد. يا عمر، أما تتقي الله عز وجل تدخل علي بيتي وتهجم على داري؟ يا عمر، أتراك محرقا علي بابي؟ أجل، وذلك أقوى ممن جاء لي أبوك يا فاطمة. تذهب إن في الفتاة فاطمة. وين اذهب. انفذ أمرك مولاي، اجعل الحطب عند الباب. هيا اخرج يا علي، اخرج. انفذ، ضع النار في المقابس. إن رجلا موسى صراحة الصدارة قلت لكم ابتعدوا.
خوفا غريبا أضيفا كان أم أمرا مريبا ولكني أرى خوفا غريبا يا أبو الفول